اتقابلنا قبل كده بجد؟ انا عارفاك كنت مصاحبه صاحبك. اوكي. تخيل معايا كده بتفتح موبايلك وبتلاقي فيديو جديد ترندي يا عزيزي المشاهد، طبعا موعد عمياني ما بين شخصين مختلفين الاجناس اول مره يشوفوا بعض، تشوف انبهاروا بتضغط عليه، ما باين عليه الفيديو ممتع وتبدا تشوف شاب وبنت قاعدين قدام بعض بيتكلموا في اي حاجه، زي مثلا بنت تقول عادي ينفع يكون ليا بيست فريند او يكون ليها صاحب بتشارك كل حاجه في حياتها، وزي ما شفنا برضه بتقول له انا كنت مصاحبه صاحبك. قله ادب على الشاشه، وكنت تعارف جماعي بقى ضحك وهزار وقله ادب متاح عندهم، وعادي عادي بقينا متفتحين مش جهله زي زمان، تكون الواحده محجبه زمان وجاهله مش فاهم، وبقى دلوقتي الغي الدين وكلامنا الدينيه المورثه كدوله اسلاميه يا عزيزي المشاهد، وفي اخر المطاف يسيبوا بعض او يكملوا مع الكلام والمقابلات والديت او المقابله اللي بيعملوها كل فتره، شكلها تسليه بريئه مش كده؟ ولكن يا عزيزي المشاهد ده اثره الجانبي عليك وعلى امتنا كشعب عربي موحد وبعيدا عن الدين، ده بشكل او باخر بيأثر عليك بالسلب وانت مش جاري ولا حاسس. المشكله هنا مش بس في المحتوى، ده بيضيع وقتك لكنه كمان بيزرع في دماغك كمشاهد عربي مسلم مفاهيم مغلوطه عن الدين وعن العلاقات في ثقافتنا المتبادل ما بين المرأة والرجل. العلاقات في ثقافتنا مش مجرد تجربة سطحية تحت إضاءة الكاميرات، ومش مجرد بيقعدوا يتعرفوا على بعض كأنها حاجة تسلي كده بنضحك ونهزر عادي. وانا مش عاوزك يا عزيزي المشاهد عشان اقول لك على غلط وصاحب، لكن انا فعلا جربت الشعور اللي انا اتفرج عليه وانا مش محب لهذا المحتوى، من دقيقات لهذا الامر ان فعلا احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا ما نقدرش نستهون بهذا الامر، كتفريغك عليه ده في حد ذاته مشكله كبيره. فيا عزيزي المشاهد الموضوع مش بالصلاحيه اللي انت شايفها ولا بالسهوله اللي انت متخيلها، وفي النهايه احب اقول لك ان الفيديو برغم انه صغير ولكن بيواجه مشكله كبيره في مجتمعنا، والموضوع فعلا ما يتسكتش عليه ابدا.